البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في ماي channel نهى ستايلز. اليوم فيديو جديد عن اهم موضوع واللي هو النظافة الأنثوية. لكل بنت بغات تبدا العام جديد بطاقة إيجابية وثقة في النفس، بغيت نقول لك هذا الفيديو ليك. النظافة ماشي مجرد روتين عادي اللي كتبيه كل نهار، بل هي أسلوب حياة كيعكس حبك لراسك واهتمامك لصحتك. يعني كل ما اهتميتي براسك كتجعلي الناس حتى هما يهتموا بيك. خلي بداية هذا العام تكون بداية جديدة مع عادات صحية ونظافة شخصية مثالية. خليكم معايا حتى النهاية باش تكتشفوا أسرار ونصائح غادي تخليكم تحسوا بالراحة والنشاط كل نهار. ألوغ بلا ما نطول عليكم ويلا نبداو. اول خطوه واللي خصها تكون عاده عندكم اللي هي الدوش. غتحاولوا تاخذوا دوش 3 المرات في السيمانه او يوميا الا كنتو كديروا سبور، ومن الأحسن يكون الدوش في الصباح حيث كيخليكم تبقاو تحسوا النهار كامل بأن جسمكم خفيف وكيخليكم تكونوا نشيطين ودوزوا نهار زوين. وبيان سور ملي كنقول الدوش يوميا فراه ما كنقصدش حتى الشعر، حيث بالنسبه للشعر لو ماكسيموم بوسيبل انكم توصلوه 3 المرات، اولا من الأحسن غير 2 مرات راه كافيه باش ما يتضررش لكم شعركم. المهم بالنسبه للجل دوش اللي غتستعملوه حاولوا يكون البي اتش ديالو متوازن او لا يكون صابون طبيعي. ركزي على مناطق التعرق بحال تحت الابطين او لي زون انتيم. وحتى بالنسبه لشعركم خذوا شامبوان مناسب على حسب النوعيه ديال شعركم، وحاولوا ما تبقاوش تبدلوه كل نهار او لا كل سيمانه، حيت هذا الشيء هو السبب الرئيسي ديال القشره في الشعر. ومن مورا ما التالي حكي سنانك. اكيد سنينات عندهم دور كبير في المظهر الخارجي وفي النظافه ديالك كأنثى، واكيد كيعطيو ثقه في النفس كيف ما يقدروا ينقصوا من الثقه في النفس الا كنتي هاملاهم. الوغ من بعد هاد الشيء غسلي وجهك بجل نيتوايون ومن موراه مباشره رطبيه. ديما كنقولكم وكنعاود هاد الخطوات كلهم خصوصا هاد جوج الاخيرين مهمين وبزاف باش يبقى وجهكم وجسمكم زوينين وتبان بشرتك صحيه ورطبه بلا ما تحتاجي ديري المكياج. الوغ من مورا هاد الدوش العجيب اللي غادي يغير في شكلك وفي النفسيه ديالك، نشفي مزيان بفوطه نقيه، ما تخلي حتى منطقه من جسمك يبقى فيها الماء، وخاصة لي زون انتيم باش تجنبوا الالتهابات. اما في هاد الاخيره تجنبوا انكم تستخدموا اي صابون خصوصا المعطر حيث كيسببوا خلل في التوازن الطبيعي لهاد المناطق، واختاري غير المنتجات المخصصه فقط. تاني حاجه حاولوا دائما تلبسوا ملابس داخليه من القطن حيث هي الوحيده اللي كتخلي البشره ديالنا تنفس وكتقلل من التعرق اللي كيتسبب لنفس مرار المنطقه. هكذا كتحافظوا على النظافه ديالكم او ميم طون كتخليو بشرتكم موحده. ثالث حاجه بدلوا الملابس الداخليه يوميا او حتى اكثر من مره في النهار، خصوصا اذا كانت الحراره او درتي سبور. وندوزو دابا للبنات اللي كيديروا المكياج. اكيد من حقك ديري المكياج، ولكن ماشي من حقك نهائيا انك تناسي به، حيث الا درتيها غادي تحكمي على البشره ديالك بالدمار. غادي ينوضوا ليك الحبوب، غادي يكبروا ليك المسامات، وغادي يعمروا بدوك بقايا المكياج بلا ما نهضروا ديك الساعه على لي بوين نوار والتجاعيد المبكره. المهم باختصار باش نتفاداو هذا الشيء كامل 2 خطوات. منين تبغي تنعسي غتمسحي وجهك بمزيل المكياج، ومن موراها تغسلي وجهك بجل نيتوايون والترطيب طبعا، وصافي. هكذا ملي غتنعسي غتكوني مهنيه على البشره ديالك. واكيد ما تنسوش فمكم حتى هو كيحتاج ترطيب، وخصوصا في هذا الفصل باش ما يتشققش لكم. حاجه اخرى من اساسيات النظافه اللي هما اليدين وحتى الرجلين، هما اكثر حاجه معرضه للجراثيم كي خصنا نغسلوهم ونحافظوا عليهم. نديرو غوماج، وخصوصا الا كنتو يلا غاسلين معا كتحيدوا الاثار ديال لي برودوي اللي استعملتو ديال التنظيف. من مورا الغوماج رطبوا يديكم ورجليكم، خصوصا ملي تبغيو تناسوا، ولبسوا تقاشر باش يبقاو لكم رطبين مده طويله. حاجه اخرى مهمه واللي هي النظافه ديال الضفار، سواء كنتو من النوع اللي كيكبروا الضفار او لا، النظافه ديالهم مهمه حيث يقدروا يجمعوا لك الوسخ،
وقص الأظافر بطريقة منتظمة ضروري جدا. تجنبوا أنكم تبقاو كل مرة كتاكلوا ظفركم أو كتقطعوهم بسنانكم، حيت هاد اللقطة خايبة بالنسبة للجسم اللي كيدخلوا ليه الميكروبات، وحتى بالنسبة للظفار اللي ما كيبقاوش يكبروا وكيبقاو يتشنتفوا وما كيعطوش منظر لي زوين. كما كتعرفوا حنا البنات مهم بزاف يكونوا ضفيراتنا زوينين ونقيين. واكيد ما تنسوش مره ديروا ماسكات طبيعيه حسب الاحتياج ديالكم لوجهكم، يديكم، رجليكم. غادي نبارطاجي معكم ماسك زوين وسريع كيصلح لاي منطقه وللبشره بجميع انواعها. غادي تاخذوا 2 معالق من العسل الطبيعي، 2 معالق من دانون مسوس، 2 معالق ديال الشوفان مطحون. وبالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم ماشي حساسه تقدروا تزيدوا معلقه ديال العصير الحامض. صافي غتخلطوا كل شيء مع بعضياتو وابليكيو الوصفه على يديكم ورجليكم حتى وجهكم. خليوه لمده نص ساعه وغسلوه. بقاو مرة تفكروا وجهكم تعتنيوا به بماسكات طبيعيه. واخر حاجه غادي نوصيك عليها، ضروري تشربي الماء كميه كبيره يوميا، غادي ينقي جسمك ويعطيك بشره مثاليه. اخر استوس باش تبقى ريحتك زوينه دائما، خدي اي زيت كترطبي به الجسم ديالك، خلطي معه المركز ديال البارفان اللي كيعجبك وبقيت تستعمليه من مورا كل دوش كترطيب وكريحه زوينه في نفس الوقت. ملي تبغي تناسي شربي شي حاجه سخونه باش تعاونك على الاسترخاء. حاولي تكوني انيقه وزوينه واخا تكوني غير بوحدك في الدار، هادشي كيحسن من النفسيه ديالك وكيخليك تكوني ديما فرحانه. الوغ هذه هي النصائح الاساسيه للنظافه الانثويه اللي ممكن تعتمديها لبدايه جديده ونظيفه في العام الجديد. وما تنسوش ان النظافه هي جزء من حب الذات والاهتمام بالنفس. وصلنا لنهاية الفيديو. إلا وصلتي حتى لهنا كنبغي نقول لك شكرا على وقتك واستماعك. إلا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع صحاباتك، وخليو لي في لي كومونتير على شنو بغيتو نهضروا هاد المرة. نتلاقاو في فيديو جاي. بسلامة.